علامات المس أو السحر. اتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي تحمي نفسك من السحر والحسد. في الفيديو ده زي ما وعدت حضراتكم هنتكلم عن علامات السحر، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تتعالج. اول حاجه الانسان المسحور او اللي عنده مس او اللي عنده مشكله روحيه ايا كان هي ايه، بيبقى عنده دايما صداع مستمر، والصداع المستمر ما بيجيش بالعلاج، حتى لو خد مسكنات شديده جدا وقويه جدا بنلاقي الصداع راح شويه، لكن في النهايه بيجي على فترات متغيره. طيب مكان الصداع بيبقى فين؟ غالبا بيبقى فوق العين مباشره، ولكن في ناس الصداع عندها بيتنقل من مكان لمكان اخر. ولكن اللي عنده صداع مستمر مش لازم يكون عنده مشكله روحيه، يعني مش لازم يكون معمول له حاجه او عنده مس او عنده سحر، قد يكون دي مشكله صحيه. طب يا شيخ ازاي هفرق لو دي مشكله صحيه او مس او سحر؟ هقول لك لو الموضوع في مس او سحر وانت رحت للدكتور وخدت علاج، المشكله ما بتنتهيش. يعني انت لما يبقى عندك صداع مستمر قبل ما تدور على المس او السحر او الكلام ده كلياته، لا، روح الاول لدكتور شوف القصه ايه، ولو العلاج ما جابش نتيجه مع دكتور شاطر متمكن يبقى ممكن يكون عندك مشكله روحيه. الحاجه الثانيه وجع في البطن. بتلاقي دايما الانسان المصاب بتلاقي عنده مغص شديد جدا، والمغص بيجي على فترات من اليوم، وغالبا المغص بيبقى في الفترة المسائية. طيب أي حد عنده مشكلة في البطن، قد يكون قولون، قد يكون أي مشكلة صحية، مش لازم اللي عنده وجع في البطن يبقى عنده مشكلة روحية. بس اللي عنده وجع في البطن مع صداع مع العلامات اللي احنا بنقول عليها قد يكون عنده مشكلة مس أو سحر أو خلافه. احنا قلنا رقم واحد علامات المس أو السحر، واحد صداع مستمر، رقم اتنين وجع في البطن والوجع بيجي على فترات، رقم ثلاثة وجع في أسفل الظهر. طبعا الشتاء داخل علينا وكده كده كلنا بنشتكي من وجع أسفل الظهر اللي هو هنا، ولكن اللي عنده مشكلة مفيش فرق عنده بين الصيف وبين الشتاء، لا هو عنده دايما وجع في أسفل الظهر، وطبعا بيختلف الرجال عن النساء. رقم أربعة بتلاقي لو حد متزوج وعنده مشكلة بيبقى عنده دايما مشاكل زوجية دون سبب. يعني ايه دون سبب؟ بنلاقي دايما في مشاكل بينه وبين مراته على أتفه الأسباب، أو إن هو يقول أنا بروح البيت ببقى مخنوق جدا وببقى تعبان جدا، أو هي كذلك تقول أنا بروح البيت ببقى تعبانة. ممكن يعني بنلاقي حد ممكن بره بيته بيبقى صحته ممتازة جدا، إنما لو دخل البيت بيحس بتعب أو يحصل بينهم مشاكل زوجية. صداع مستمر، وجع في البطن، وجع في أسفل الظهر، مشاكل زوجية دون سبب، عدم انتظام في العادة أو في الدورة الشهرية بالنسبة للنساء. رقم 6 معانا إيه؟ الاكتئاب. بتلاقي دايما الإنسان اللي عنده مشكلة روحية دايما مكتئب. يعني إيه مكتئب يا شيخ عشان نبقى فاهمين أكتر؟ دايما بتلاقيه قاعد متضايق، وتلاقيه قاعد مش طايق أي حد من غير سبب، تلاقيه متقلب المزاج، قاعد متضايق. طب سبب ان انت متضايق ايه؟ مش لاقي سبب. طب سبب ان انت متعصب ايه؟ مش لاقي سبب. طب سبب ان انت بتحب العزلة ليه؟ مش لاقي سبب. كذلك ايضا الخوف الشديد. بتلاقي الانسان المصاب بتلاقيه دايما خايف، ومن اي حاجة بتلاقيه خايف. بتلاقيه خايف ينام في الضلمة، بتلاقيه خايف يقعد في الضلمة، بتلاقيه خايف يتعامل في الضلمة، بتلاقيه بيخاف، هو مايل للعزلة لكن بيخاف يقعد في مكان لوحده في العزلة. بتلاقي دايما الخوف مسيطر عليه بطريقة كبيرة جدا. كذلك أيضا بتلاقي عنده صعوبة في النوم، نومه مش منتظم. يعني ممكن تلاقيه ينام في وقت متأخر جدا وتلاقيه قام بدري جدا. النوم عنده بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. طيب النوم فيه راحة للجسم، الحاجة الموجودة مش عايزة راحته للجسم،
فبتلاقي طبعا في صعوبه في النوم. طيب الحاجه اللي بعد كده الكسل. الكسل يعني ايه الكسل؟ بتلاقي دايما الانسان كسلان بعد ما كان عنده نشاط، سواء كانت ست يعني كان عندها نشاط في البيت تلاقي قاعده ومش عايزه تقضي اي مصالح خالص في البيت، او سواء راجل تلاقيه نشط جدا في شغله وبيروح وبيجي وبيتعامل مع البشر كثير جدا، بتلاقيه لما يصاب بتلاقي عنده كسلان كده وهمدان في الجسم وخمول، وبتلاقي دايما كده قاعد مش عايز يعمل اي حاجه، حتى لو عايز يجيب كوبايه ميه هو بيبقى عاتل هم كوبايه الميه اللي هيروح يجيبها. الحاجه العاشره معانا ضعف الشهيه، ما بياكلش حتى لو كان بتلاقي اكلته بسيطه. ممكن قبل الموضوع ده يكون كان بياكل بشكل كبير جدا، ولكن بعد الموضوع ده بتلاقيه ان هو بدأ يبقى النوم مش منتظم، مع عدم اكل، مع عدم تركيز. الحاجه اللي بعد كده بنلاقي الم في الجسد، تلاقي جسمه كله تعب، وتلاقي جسمه كله فيه همدان من غير سبب، رجليه وجعاه وايديه وجعاه وظهر وجعه ومش عارف عنده صداع وعايز في مستشفى من المصريين عشان تروح تعالجه. طيب الحاجه اللي بعد كده بنلاقي نفور من المنزل، ما بتلاقوش عايز يقعد في المنزل خالص، بتلاقي ان هو عايز دايما كده يفضل طفشان في اي مكان بعيد عن البيت، بتلاقي ان هو دايما طول ما هو بعيد عن البيت هو تلاقي انسان جميل وتلاقي انسان وسيم وتلاقي انسان بيحب الحياه، دخل بيته بيبقى عم عبده وعايز يعني يخانق مع اي حد او عايز يعمل مشكله مع اي حد، وساعه ما يخش البيت بيحصل كل المشاكل. دي برضو من علامات المس او السحر. الحاجه الاخيره معانا المشاكل الصحيه، تلاقي دايما بيطلع من مشكله صحيه يخش في مشكله اخرى، بنلاقي دايما في مشاكله الصحيه هو يعني صحته تعبانه بعد ما كان. وعلى فكره في فرق بين الحسد والسحر. الحسد على فكره فيه اعراض كتيره جدا، يعني الموضوع ده كلياته ممكن يكون فيه شيء من الحسد، والحسد على فكره بيدمر. يعني انا واحد صديقي بيحكي لي بيقول كنا ثلاث افراد يا شيخ وعايزين نطلع عربيه منزل، فبيقول يا شيخ عايزين نطلع العربيه المنزل، مش عارفين نطلع العربيه المنزل خالص، فلقينا واحد رابع لو سمحت تعالى زق معانا العربيه. فبقول يا شيخ احنا الثلاثه اصحاب بنهزر مع بعض واقفين بنهزر وبنتكلم مع بعض، فراح الراجل اللي احنا قلنا له لو سمحت تعالى ساعدنا واحنا واقفين على جنب راح زق العربيه مطلعها المنزل لوحده. فبيقول في ست قاعده كده فراحت قايمه قالت بقى الثلاثه مش قادرين يطلعوا العربيه المنزل وانت لوحدك تطلعها المنزل لوحدك، ايه صحتك الجباره دي؟ بيقول والله يا شيخ اكنه خد رصاصه، الشاب بيوقع على الارض قاعد يتمرغ ببطنه ويزعق زعق جامد جدا. بيقول جبنا له توك توك خدناه على المستشفى جاري، بيقول الدكتور يكشف عليه ما فيهوش حاجه. طب علق له محاليل، الدكتور علق له محاليل وعمل له كل الاسعافات الاوليه اللي هي المفترض تقوم الجبل، برضه ما قامش. فالدكتور من فضل ربنا كان متدين شويه، ايه اللي حصل يا شباب؟ قالوا حصل كذا كذا كذا، راح قاعد رآه، مجرد ما الدكتور رآه قام اكنه ما حصلوش اي حاجه. دي نظره الحسد. يبقى مش كل انسان عنده الاعراض ديت هنقول ان هو عنده مس، ممكن يكون عنده حسد، والحسد بيروح بالرؤيه الشرعيه بطريقه سهله جدا. هنرجع مع بعض سريعا كده الاعراض عشان خاطر نقول السبيل الى النجاه منها ايه. يبقى قلنا علامات المس او السحر: 1 صداع مستمر، 2 وجع في البطن، 3 وجع في اسفل الظهر، 4 مشاكل زوجيه دون سبب، 5 عدم انتظام العاده الشهريه بالنسبه للنساء، 6 اكتئاب، 7 الخوف الشديد، 8 صعوبه في النوم، 9 الكسل، 10 ضعف الشهيه ما بياكلش كتير بالعكس اكلته بتقل جدا، 11 الم في الجسد، 12 النفور من المنزل، اخر حاجه بيبقى عنده مشاكل صحيه بشكل كبير جدا. يبقى كده احنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن ازاي انجي نفسي من المس او السحر، السبيل الى النجاه ايه. طيب في الفيديو ده اتكلمنا عن علامات المس او السحر، هنعمل فيديو جديد ان شاء الله عن كيفيه العلاج من السحر او المس، ازاي تعالج نفسك من غير ما تروح لحد دجال، ازاي تعالج نفسك من غير ما تروح لحد نصاب، ازاي تعالج نفسك من غير ما تروح لاي حد ينصب عليك. تابعونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله،
هنتكلم عن موضوع شيق جدا، اللي هو ازاي تعالج نفسك بنفسك من غير ما تلجأ لأي حد. آخر حاجة هقولها قبل ما أقفل الفيديو، مش أي حد عنده مشاكل زي كده يبقى عنده مس أو سحر. أنت ممكن يكون عندك مشاكل صحية وأولى بك الطبيب من غير أي حد تاني، ولكن أنت لو لقيت نفسك أو القرآن شفاء من كل داء. كان معكم الداعية أحمد الزعفني، الشيخ أحمد محمود الأزهري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.